علي اليعقوبي وبناء الهجمه يبدا من الخلف بالنسبه للترجي. طويله عرضيه خاطئه من محمد علي اليعقوبي، كره ياخذها انكاليبا يلزم يرد باله دفاع الترجي. هدف اول في المباراه، هدف اول في المباراه، يلزم يرد باله مليح دفاع الترجي. ومعدوله حامل القميص رقم 21، كره كانت خاطئه، والرولانس من محمد علي اليعقوبي والكره خاطئه الى انكاليبا، ياخذها يهرب بها على اليمين، يوزع كره وزد مرماه. نزيدوا نشوفوا العرض البطيل، هذه الكره والهدف زد مرماه محمد علي اليعقوبي في توقيت تقريبا 28 دقيقه لعب في المباراة. في شوطها الأول تتغير النتيجة، تصبح التقدم الآني 1-0 بهدف محمد علي اليعقوبي ضد مرماه للترجي لكوسموس حسان الحرباوي من اجل المسانده واعطاء التمريرات والكرات السانحه للتهديف لجوزيف يعني كنجانج وصمويل ايديوك. كره من حسان الحرباوي مازالت عنده الكره، لمسه لصمويل ايديوك، ياخذها صمويل، يعطي كره من جديد الحرباوي، يحاول يدخل المنطقه الحرباوي يسقط حسان الحرباوي. محمد كيتا ضربه جزاء للترجي، ضربه جزاء للترجي الرياضي. حسان الحرباوي بعد كره مع صمويل ايديوك يسقط الحرباوي، وضربة جزاء يصفرها المالي محمد كيتا في توقيت تقريبا 32 دقيقة لعب في شوط أول. 1-0 الترجي متأخر. خير راضي فرانسوا كسافيه الجوبال مدرب المساعد لكوسموس الكامروني. هذه الكرة والعرض والإعادة واضحة، كانت اليد اليسرى للقائد أبوام على دفع لحسان الحرباوي، يفقد التوازن، يتيح أي لمسة في منطقة 16 متر و50 تعني ضربة جزاء يصفرها محمد كيتا وجوزيف يعني كنجانج. يحط الكرة لتنفيذ ضربة الجزاء من أجل تعديل النتيجة في هذا الشوط الأول وإعادة توزيع المباراة لأوراق النتيجة بعد هدف اليعقوبي ضد مرماه في الدقيقة 28. جوزيف يعني كنجانج مع ايديمو يانيك، وهدف التعادل، الترجي الرياضي 1-1 بين الترجي كوسموس في توقيت 33 دقيقة لعب. الترجي لم ينتظر إلا 5 دقائق باش يرد الفعل ويعدل الكفة مع كوسموس بهدف يانيك من ضربة جزاء. زوز أهداف إلى حد الآن للترجي في المسابقة الأفضل في القارة الإفريقية، رابطة الأبطال. زوز أهداف بأقدام أجنبية غانية أفول في الذهاب، كامرونية ليانيك في من جديد ما يلقاش الحل. فول إلى حسين الراقد يرفع الكرة لمباركي باش يوزع إيهاب لمباركي، التوزيعة ياخذها صمويل إيديوك، كرة جوزيف يعني كنجانج يمهد الحرباوي باليسار، ضربة جزاء للترجي الثانية، مصدرها حسان الحرباوي. واضح كان اللمس باليد، العملية كانت فنية جميلة. هذه الجملة للترجي على مستوى الهجمة، هجمة مبنية على قاعدة صحيحة تدرس بين إيهاب لمباركي، أريسون فول، صمويل إيديوك، جوزيف يعني كنجانج. حسان الحرباوي يحاول يصوب وتلمس الكرة في يد المدافع طلع، ضربة الجزاء واضحة يصفرها محمد كيتا. ثاني ضربة جزاء للترجي في 10 دقائق لعب، الأولى في الدقيقة 32 والثانية في الدقيقة تقريبا 42. والكرة للترجي الرياضي جوزيف يعني كنجانج من أجل الثنائية في هذه المباراة. ثاني ضربة جزاء وكرة الأسبقية للترجي الرياضي التونسي هم على المستوى المعنوي. الدخول لحجرات الملابس متقدم 2-1 بعد ما كان متأخر هدف مقابل 0. حوار جديد بين ايديمو وجوزيف يانيك إنجانج، بين كامرونيين، واحد في المرمى والآخر في هجوم الترجي الرياضي محمد كيتا. الحكم المالي قريب إلى حد الآن، المردود نتاعو التحكيمي محترم جدا، كان قريب من كل العمليات. جوزيف يعني كنجانج، ايديمو، جوزيف يانيك يتقدم. ضربة الجزاء الثانية للترجي والهدف الثاني بنفس الكيفية
ونفس العملية ونفس التسديدة. جوزيف يضعف النتيجة للترجي، دوبلي كامروني وهدف ثالث في رابطة الأبطال هذا الموسم للترجي الرياضي. 2-1 للترجي الرياضي في توقيت بالضبط 45 دقيقة لعب في هذه الفترة الأولى من ضربتي جزاء لجوزيف يانيك كنجانج في الدقيقتين 33 و45. تقدم يصبح للترجي الرياضي جوزيف يانيك، لا يغير الزاوية ولا يغير الكيفية، والكرة في شباك إيديمو. 2-1 للترجي الرياضي. عاد مرة أخرى لهدف ثاني لجوزيف. معز بن شريفية طويلة، جوزيف يانيك يخليها إلى خيلان الشعلالي، التغطية موجودة والشعلالي مازال يستحفظ على الكرة باهية من خيلان الشعلالي. فرصة أخرى للترجي، خيلان يدخل، خيلان يحاول يفتح الزاوية، يصوب الثالث. هدف ثالث للترجي. خيلان الشعلالي يشعل مدرجات رادس بهدف ثالث. خيلان الشعلالي ملا استماتة على الكرة وملا روح وملا جرينتا، خرج الجرينتا اللي فيك خيلان الشعلالي في هذه الكرة. والعملية الأخيرة من عدم كرة لم تتجاوز الخط النهائي للميدان، بلغة الكرة حارب على كورته لاخر لحظة. خيلان الشعلالي بعد لمسة، شوف العملية ولا كيفية. قبل العملية هذه كان خرج بالكرة ما خلاهاش تخرج للتماس. خيلان الشعلالي هاي العملية منذ البداية جميلة من خيلان، سرعة كبيرة برشا، فنيات ولا اروع من خيلان الشعلالي. يهرب المنافس، يفتح الزاويه ويخالط الحارس ايديمو في توقيت بالضبط 22 دقيقه لعب في الفتره الثانيه، 67 دقيقه في المباراه. 3-1 للترجي الرياضي. هدف الاطمئنان على بطاقه التاهل للدور القادم لرابطه الابطال الافريقيه ومواجهه المريخ السوداني والترجي في المرعب في رابطه الابطال في مثل هذه المسابقات.